هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. أرحب بكم أنا صلاح محمد زين وزملائي في ساعة هذا المساء 23 من يوليو وال25 من شهر رمضان المبارك، ونستهلها بنشرة للأنباء تقرأها عليكم الزميلة آمال علي، ثم تستمعون إلى قراءة حول معاناة أطفالنا وفتياتنا في إحدى معتقلات النظام الغاشم. يلي ذلك تعليقا تحت عنوان فض الاشتباك من أولويات المرحلة ورسالة المنتدى. تتخلل الساعة فقرات منوعة. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: قلق أمني في أسمرة إثر هتافات ضد نجل الرئيس أبراهام أفورقي، ووزير الزراعة الرفيني برهي يمثل أمام محكمة الفساد. الأخبار بالتفصيل. اعتبرت السلطات الأمنية الإريترية حادثة الهتافات المناوئة والتي استهدفت نجل الرئيس أبراهام أفورقي في مساء الأربعاء 9 من يوليو الجاري ظاهرة خطيرة تستوجب الوقوف عندها ومراجعة الترتيبات التأمينية للشخصيات الهامة وأسر المسؤولين، وكذلك وضع الاحتياطات اللازمة للهبات العفوية التي أخذت في التنامي والتكرار. جاء ذلك في الاجتماع التقييمي النصف الشهري
الذي عقد برئاسة وكالة الأمن والاستخبارات بأسمرة يوم الخميس 17 من يوليو الجاري. يذكر أن أعدادا كبيرة من الشباب كانوا قد هتفوا ضد رجل الرئيس هتافات تشير إلى أنه غير إريتري، وحصروه مع حراسه الذين عجزوا عن صد المتظاهرين، ذلك أثناء خروجهم من استاد أسمرة، مما اضطر بأبراهام أفورقي إلى استخدام مسدسه الشخصي وإطلاق عدة طلقات في الهواء. هرأت على إثرها القوات المتواجدة في معسكر فورتو القريب، وتمكنت من تفريق الشباب واحتواء الموقف بشكل سلمي. ويذكر أن سبب التجمع كان عرض لمباريات كأس العالم في شاشة استاد أسمرة المكبرة. مثل وزير الزراعة رفين برهي يوم 17 و18 من يوليو الجاري أمام لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها الفريق فيليبوس ولد يوهنس للتحقيق والرد على اتهامات بعمليات فساد تمت في وزارته متعلقة باستلام رشاوى نظير استصدار تراخيص لأراضٍ زراعية، وكذلك تحويل أراضٍ زراعية أخرى لأغراض سكنية بحجة أنها لم تعد صالحة للزراعة. يأتي هذا في إطار محاولات النظام لفت أنظار المواطنين والإيحاء لهم بأنه قد شرع في الإصلاحات بمحاربة الفساد، غير أن المواطنين في الداخل قد تلقوا هذا النبأ ببرود سلبي، ووصفوا البعض بأنه طعن في ظل الفيل ومحاولة لذر المزيد من الرماد في العيون. الجدير بالذكر أن الفريق فيليبوس قد منح صلاحيات بعد تعيينه قائدا لهيئة الأركان خلفا لوتشو، ومنذ توليه المنصب شرع في تصفية حساباته مع مراكز القوى المنافسة له في الجيش والوزارات. نهاية النشرة. فيما يلي نقرأ عليكم مقالا يحكي قصص ومآسي أطفالنا وشبابنا وفتياتنا في معتقلات نظام إسياس أفورقي، والمقال ترجمه من التجرينية إلى العربية مكتب الإعلام والثقافة بجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. من قصص ومآسي معتقلات نظام الطاغية إسياس. معتقل عيرو عيرو هو مكان يتلاشى فيه كبارنا، ومعتقل قيح كوكن مكان يفنى فيه سقارنا. الأول يقع في ضواحي سلمونة والثاني في ضواحي نقفة، وهذه المعتقلات التي يعذب فيها الآباء والأطفال يحرسها جيش احتياطي معروف باسم الفيلق 61. كان منذ نهاية 2010 إلى 2011 موقعا لوحدات الهندسة، وأطلق عليه في شهر إبريل 2011 اسم أدوليس، ويعرف الآن بقيح كوكن، ومساحته تقدر ب15,000 متر مربع ومحاط بأسلاك شائكة. وحرس المعتقل يتكون من 35 فرد، وهم من وحدات الفرقة 61 الاحتياطية. وعلى يسار هذا المعتقل لافتة كتب عليها عبارة الترحيب عند مدخل نقفة، وهو سجن خاص للأطفال تحت سن الرشد. وقيح كوكن وهو اسم المعتقل
ليس بمدرسة داخلية كما يزعم نظام إسياس، لأنه تحت مسؤولية تامة للقوات الدفاع الجبهة الشمالية، وليس له أي صلة بالجهات التعليمية والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بالتعليم. أما معاملة الأطفال في هذا السجن والجرائم التي ترتكب بحقهم لا تقتصر على انتهاكات حقوقهم الإنسانية فقط، بل بلغت حدا أصبحت تهدد حياتهم. افتتح هذا الموقع مع تزايد عدد الهاربين من صغار السن بنسب عالية، والمعتقلون في هذا السجن ليسوا فقط ممن تم القبض عليهم وهم يحاولون الهروب، بل هناك أيضا أعداد من الأطفال المشردين والمحرومين من كل مقومات الحياة. بل هناك أيضا أعداد من الأطفال المشردين والمحرومين من كل مقومات الحياة، والذين يقومون بمحاولة توفير أبسط متطلبات العيش من خلال مزاولة أعمال مختلفة مثل العمل كمساعدين في سيارات النقل أو الشحن، أو بيع الألبان أو الفول أو مواد أخرى بسيطة. ومن بين هؤلاء أيضا مشردون أو ما يطلق عليهم أطفال الشوارع، وتتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 17 أعوام. المشرف على هذا السجن يدعى حامد منجوس، وهو من أبناء كرن، ومساعده عثمان بركاي من أبناء نخفة، والمسؤول الإداري كان المدعو والدزقي من أبناء عد تكليزان، وهو سيء السمعة حيث ارتكب جرائم خطيرة بحق الأطفال وهرب في الآونة الأخيرة إلى السودان. يوجد داخل هذا المعتقل مقرات الإدارة ومساكنهم الخاصة، وبعد اجتيازها تجد مساكن تسمى مواقع 53 و61، ويسكنها القادمون من هيئة التدريب التابعة للفرقة 53 ومن شمال البحر الأحمر وعنسبة وقاش وبركة، الذين تم تجنيدهم من خلال الحملات وبعد مرورهم بهيئة التدريب للفرقة 61 نقفة، وعددهم يبلغ 140 فردا، وأعمارهم تتراوح من 15 إلى 17 أعوام. وعندما تواصل السير إلى الداخل تصادف موقعا للفتيات الصغيرات والذي يسمى مسكن البنات، وعددهن يصل إلى 100 فتاة. والشيء المؤسف والمحزن أنهن يتعرضن بشكل مستمر للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى قيامهن بأعمال الغسيل والطبخ وتنظيف مساكن المسؤولين. ومن ممارساتهم غير الأخلاقية أنهم يتحدثون عن أفعالهم المشينة مع تلك الفتيات بذكر أسمائهن علنا، فهم يمارسون هذه الأعمال الدنيئة في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان يريدونه باستدعاء أي فتاة من تلك الفتيات الصغيرات، ولا خيار أمام البنات الأبرياء إلا الخضوع لرغبات هؤلاء عديمي الإنسانية، وذلك خوفا من العقاب وسوء المعاملة باختلاق تهم ضدهن، كما لا توجد أي جهة يمكن أن يلجأن إليها للخلاص من هذا الوضع المزري. وهناك موقع يحمل اسم الحرف B يضم 120 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 12 سنة. يليه موقع آخر يسمى عريرب ويضم أطفالا أعمارهم من 13 إلى 17 عام، ويبلغ عددهم حوالي 130 طفلا. كما يوجد موقع يسمى مقر الوزارة يسكن فيه الشباب الذين يقومون بمهام التدريس، وهم من الذين تم القبض عليهم أثناء الهروب، وعددهم حوالي 21 من بينهم 4 فتيات. والموقع الأخير يحمل اسم دندن الثورة، فيه 130 من الأطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 16 سنة. وبشكل عام يصل عدد النزلاء في هذا السجن من 640 إلى 700، منهم 100 من الفتيات، وجميعهم قُصّر باستثناء 21 من الكبار الذين يطلق عليهم المعلمين، وهم أيضا يتم تقسيمهم حسب أعمارهم. وتسمية قيح كوكن بمدرسة داخلية هي خدعة وبهدف الدعاية فقط، ولا تتم هناك أي أنشطة تعليمية مفيدة، وما يسمونه التدريس هناك لا يتم حسب المراحل الدراسية، فهم يدرسون الفصل الأول والثاني معا والثالث والرابع أيضا في فصل واحد، والمعلم يتنقل من فصل إلى آخر باستمرار، ومن يكمل الفصل 11 منهم يعدونه بالاشتراك في امتحان الشهادة الثانوية لمواصلة تعليمه الجامعي. ولكن لا يتم هذا نهائيا، بل هي مجرد وعود كاذبة، ومن ينهي الفصل 11 يلتحق بطاقم الحراسة لهذا المعتقل. لذلك فإن الهم الأول لهؤلاء الصغار هو التفكير في كيفية الهروب من هذا المعتقل. والحالة المعيشية لهؤلاء صعبة للغاية ويعانون من جوع حقيقي، فوجبة الفطور على سبيل المثال تتكون من رغيفين من الذرة مع كوب من الشاي،
أما الغداء والعشاء فيقدمون لهم في كل وجبة رغيفين لكل فرد مع ملعقتين من إدام العدس، وذلك لكل 10 من المعتقلين. أما المياه التي يشربونها أو يستعملونها للاستحمام فعلى الرغم من كونها شحيحة فهي أيضا مالحة، والعربة المخصصة لنقل المياه تأتي إليهم كل 3 أو 4 أيام، وفي بعض الأحيان تغيب لأكثر من أسبوع. أما الاستحمام فمن يحالفه الحظ يتم بعد أسبوعين، ومن لم يسعفه الحظ يضطر للانتظار لأكثر من ذلك. أما الاحتياجات الأخرى مثل الصابون والحذاء فهذه غير متوفرة نهائيا، ولأن المنطقة شبه صحراوية فلا توجد فيها حتى النباتات التي يمكن استعمال أوراقها للغسيل. وطموح الأطفال وتمنياتهم الدائمة أن يعرف ذويهم مكان تواجدهم لربما جلبوا لهم الصابون والحذاء. يتم إمداد المكان بالكهرباء لمدة 4 ساعات فقط يوميا، أي من الساعة 6 إلى 10 مساء. أما الراديو أو التلفزيون فغير متوفر نهائيا، وبالتالي فإن الأطفال لا يعرفون شيئا مما يجري في البلد أو العالم، وخشية هروبهم يمنعون من القيام بممارسة لعبة كرة القدم أو أي نشاطات رياضية أخرى. الاتصالات الهاتفية غير مسموح بها، وإذا تمكن أحد أعضاء الأسرة من معرفة مكان تواجد ابنه ووصل إلى المعسكر يسمح له مقابلة الابن تحت مراقبة الحراس وفي مكان مخصص لاستقبال الضيوف تحت شجرة موجودة بجوار المدخل ولمدة ربع ساعة فقط. وإذا أحضروا لهم أي نوع من المأكولات فيسمح لهم فقط أن يأكلوها في نفس المكان، ولا يسمح لنزلاء هذا المعتقل التحرك لأي موقع آخر خارج مكان سكنهم ما عدا صفوف الدراسة أو مكان الأكل. ومن أجل قضاء الحاجة فإن الحرس يسوقون الأطفال في صفوف منتظمة، ولأنهم يتخوفون من موقع دندن ثورة وعريرب يشددون الحراسة عليهم وتقفل عليهم الأبواب أثناء النوم. أما في حالة حدوث هروب من الأطفال فيقومون بتجريد كل الأطفال من الأحذية ويجبرونهم للتحرك دون حذاء. أما بخصوص النوم فإن الأطفال يفترشون البرش، وبسبب ضيق مكان النوم على كل 2 أن يناما في فراش مستقيم واحد يولي الواحد ظهري للآخر، وهكذا ليأتي بعدهم الآخرين ليشكلوا صفا آخر. أما الفتيات فهن أحسن حالا من الفتيان حيث خصص سرير لكل فتاتين. ونتيجة لسوء التغذية وانعدام النظافة يتعرض نزلاء هذا المعتقل لأمراض مختلفة ومستمرة مثل تقرح الجلد والحساسية والحصبة والملاريا والأمراض الصدرية، ولا يوجد علاج في داخله. وعندما تشتد على الأطفال الصغار الأمراض وتتدهور صحتهم ويصلون إلى درجة خطيرة يأخذونهم تحت حراسة مشددة إلى مدينة نقفة، وفي معظم الأحيان تكون فرص إنقاذهم ضئيلة ويفارقون الحياة بعد وصولهم أو قبله. والدليل على هذا هو ارتفاع نسبة الوفيات، حيث توفي منهم حتى اللحظة 35 طفلا، ويوارون الثرى في مقبرة الشهداء بنقفة بواسطة زملائهم وبدون وضع أي إشارة تدل على هوية المتوفي واسمه. إن أطفال قيح كوكن أصبحت لديهم خبرة في دفن الموتى، لأن من تحصدهم طلقات هيئة التدريب التابعة للفرقة 61 في الجيش الاحتياطي بتهمة محاولة الهروب، يكلف مسؤولو هذا المعتقل زملائهم بالقيام بعملية دفنه، علما بأن أسر المتوفين لا يتم إبلاغهم بالأمر. ومن الذين ماتوا في هذا السجن طفل يدعى شكي من أخرية أسمر وعمره 7 أعوام، هيرمون نايزجي من أبناء كرن وجد منتحرا وعمره 17 عام، وفيلمون من أسمرة وعمره 17 عام، ناتنائيل من أسمرة وعمره 7 أعوام، وطفل من مايتا ماناي في أسمرة وعمره 7 أعوام، صالح من أفعبت وعمره 15 عام، زايد من أسمرة وعمرها 14 عام، والقائمة تطول. وعند معاقبة الأطفال يتم معاملتهم دون الرحمة، حيث يحرمون من الأكل ويؤمرون بالزحف وممارسة حركات قاسية حتى ينهاروا ويفقدوا القوة، كما يتم رشهم بالمياه ويضربون بالعصي والهروات وهم واقفون، ويتم اعتقالهم في دورات مياه مهجورة لفترة طويلة ولا يسمح لهم الخروج منها. وممن تعرضوا لمثل هكذا عقوبات إسياس تسفاي من عد خالا وعمره 17 سنة، وناهوم وملقب بجون سيناي وعمره 16 سنة. وفي مقدمة من كان لهم دورا كبيرا في تشييد هذا المعتقل من قيادات النظام نذكر الجنرال تخلمنجوس والعقيد فلصوم والعقيد برخت مبرهتو وقائد عسكري مسؤول أركان الفرقة
والملازم جزائي من إدارة الأركان للفرقة. أبوير قوم مسؤول الشؤون الاجتماعية في فرقة الاحتياط 61، وود السودان مسؤول هيئة التدريب في الفرقة. هذا وتعجز الكلمات من توصيف الأعمال الإجرامية التي تمارس في معتقل قيح كوكن ضد الأطفال الأبرياء، ولا يستطيع أحد أن يشعر مدى بشاعة هذا المعتقل الرهيب إلا من عاش في داخله واكتوى بناره. والحقيقة الواضحة هي أن قيح كوكن معتقل يفنى فيه الصغار، وعير عير سجن يتلاشى فيه الكبار والعقلاء والمسؤولين. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، نتابع معا كما يتابع العالم كل هذه الأيام مأساة أخرى تدمي القلب وتعجز الكلمات، مأساة موت يومي لأهل غزة. فآلية القصف الإسرائيلي العدوانية ازدادت عاما في قصفها دون تمييز للكل، نساء وأطفال وشباب من أهل غزة، أسر بأكملها تدفن تحت القصف، وغزة تبكي شهدائها واحدا واحد. كل صراخ العالم وكل نداءاته لم تجدي أمام حسابات الصراع الدامي. وليس لغزة من عزاء سوى المقاومة، وليس لشعب فلسطين سوى الصمود، وليس لنا هنا في صوت المنتدى سوى أن نؤازرهم ونقول ما قاله الراحل ابن فلسطين محمود درويش: أيها المارون في الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا. عابرون في كلام عابر. أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم
وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة. صوت المنتدى. أولوية المرحلة فك الاشتباك في الأولويات. إن أي مقاومة لا تمتلك فلسفة فكرية خاصة بها تصبح كالسفينة التي فقدت قائدها وبوصلتها فتتقاذفها الأمواج. بناء على ذلك علينا التعرف على استراتيجيتنا واستراتيجية الطاغية بدقة متناهية. وهنا بدء ذي بدء، المسألة تستلزم الإقرار بأن الصراع في إريتريا هو صراع بين معسكرين أساسيين: معسكر الزمرة الحاكمة
من جهة، ومعسكر بناء دولة مدنية ديمقراطية من جهة ثانية. بمفردات أخرى، معسكر الديمقراطيين مقابل معسكر اللا ديمقراطيين. والدعوة لهكذا اصطفاف ليست بدعة، بل هي من بديهيات الأمور، فكل تجارب الشعوب التليدة والحديثة تشير إلى هكذا اصطفاف بهدف إسقاط الأنظمة الفاسدة. وبالالتفات إلى واقعنا، نجد أن بعض قوى المقاومة تدخل ساحة المقاومة في أجندات ليست من أولويات المرحلة، كالاستقرار في الماضي وبعض إفرازات الحاضر بصورة انتقائية سالبة تعمق جراحات أنتجتها سياسات الديكتاتورية. كذلك الحديث بصورة معطلة عن مرحلة ما بعد سقوط الاستبداد دون مراعاة أهمية إيجاد خطاب يراعي ويجمع مصالح قطاع واسع من الشعب عبر تبديد المخاوف عن البديل. إن التعاطي الجامد مع المتغيرات يباعد بين قوى التغيير الديمقراطي ويوسع فجوة عدم الثقة بينها ويعيق فعاليتها، وكذلك بالتأكيد لا يخدم أولويات المقاومة الإريترية ويصب مباشرة في إطالة عمر ذلك النظام الظالم الجاثم على صدر شعبنا. إن طبيعة تباين الآراء وتعددها شيء طبيعي يمكن تفهمه على أساس تنوع المرجعيات الفكرية والثقافية والتجارب والقيم والتباين النسبي للمصالح، بل إن أحد أهم غايات نضالنا هي من أجل بناء أرضية تؤمن التعدد السياسي. لهذا المتوخي ليس التوحد التنظيمي، بل إيجاد توافق على أولوية واستحقاق الظرف التاريخي، والمتمثل في تقديم أهمية إسقاط النظام المغتصب لإرادة الشعب واستبداله بنظام تديره الإرادة الشعبية، ووضع هذا الاستحقاق في المقدمة عن أي استحقاقات أخرى، وذلك عبر تبني خطاب موحد يعري الديكتاتورية ويوضح صورة المستقبل، وخلق تنسيق وثيق في البرامج الإعلامية والجماهيرية والقانونية وغيرها، وكذا تحقيق التلاحم بين الشعب ليحتشد خلف أولوية إسقاط الديكتاتور. وهذا لا يعني أن لا يدافع كل قطاع عن مصالحه، بل يعني عدم المطالبة لقوى المعارضة بمنح ما لا تملك، فالكل في مربع واحد خارج السلطة، فمن يطالب من ومتى؟ ضمن هذا الواقع الضاغط، يترقب الشعب الإريتري بشغف القابض على الجمر أن يرى ويلامس حراكا حقيقيا من قواه الداخلية والخارجية يزيل عنه الكابوس الجاثم على صدره، ويحقق حلم الانقضاض على العصابة التي انتهكت حقوقه وأذاقته الذل والهوان. وهذا لا يتحقق إلا برص قدرات المقاومة حول هدف أساسي وقضية مركزية واحدة تنال الأولوية دون سواها من المكاسب الحزبية أو الهويتية، المناطقية، الطبقية، الفئوية، أو صراع الأجيال وتباين الخلفيات كالقديم والجديد وشعبية وجبهة وغيرها، على أن تضع قوى المقاومة خارطة طريق دون إقصاء لأي طرف لحجمه أو معتقده أو فكره، ما دام عبر عن معاداته لعصابة الاستبداد في إريتريا، ثم تفعل خارطة العمل على أرض الواقع سعياً لتحقيق هدف المقاومة الأساسي، ألا وهو تفكيك النظام الديكتاتوري من جذوره ومعالجة الآثار السالبة الناجمة عن سياساته الظالمة. إن الديمقراطية التي نسعى لسيادتها تقوم على مبادئ متفق عليها، وأهم مبدأ فيها هو مشاركة الجميع في العملية السياسية وقبول الآخر المختلف، وهذا لا ينبغي أن يوقعنا في خلق صورة مشوهة لهذه القيم الفكرية والأخلاقية عبر أخذ الحوار إلى مدارك سحيقة توحي للشعب بأن الديمقراطية خطر على الوحدة الوطنية، إذ ليس بخاف على أحد محاولة حكام أسمرة لدمغ الديمقراطية بمفهوم مشوه لتبرير تنصله منها، إذ تصفها بالمعيقة والفوضوية وخطر على الوحدة الوطنية، رغم أن التشرذم الماثل أمامنا قائم على خلفية غياب الديمقراطية. إن أولى المهام التي لا تحتمل التأجيل
هي ضرورة خلق تباين واضح بين ديمقراطي وغير ديمقراطي، والتركيز في الاستقطاب على هذا الأساس، وأن ينال أولوية قصوى، والنأي عن فخ الاستقطابات من نوع علماني أو غير علماني أو على أساس هويتي، ثقافي، مكاني، عرقي، ديني. لا غضاضة في تعدد المنظمات والتكوينات المطلبية، فهي أساس لأحزاب الغد، لكن ما ينبغي أن نركز عليه ضمن برنامج الأولويات هو الاتفاق على المبادئ العامة للديمقراطية، ونعمل وفقا لأركانها الأساسية ميثاق عمل نهتدي به كخارطة طريق لإسقاط النظام الديكتاتوري ووضع أسس لمرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع. لهذا المطروح هو وحدة الهدف والانقياد به، وليست وحدة الأطر التنظيمية والمكونات المطلبية. أما غير ذلك يعني طرح أجندات ما بعد سقوط النظام قبل أوانها، وانشغال قوى المقاومة بصراعات تلك المرحلة، وكذا دخولها في حروب كلامية تلهيها عن مجابهة نظام أسمر. إن القول أما برنامجي أو الطوفان هو موقف يناقض قواعد عملية الديمقراطية، فضلا عن كونه يتناغم مع ما يطرحه النظام، وهذا يعني وضع العربة أمام الحصان. إن حق المشاركة يجب أن يصان لكل إريتري في الحاضر والمستقبل، وأن يهيأ كل مواطن للدفاع عن حقوقه بالوعي والفعالية، كما يحق لكل جهة أن تطرح رؤيتها على كافة الشعب وفقا لقواعد الديمقراطية. نحن في نهاية مرحلة أفلست فيها نظرية الاستبداد، وعلى أعتاب مرحلة مخاض ديمقراطي كبير، فالمتغيرات الكبيرة الحادثة في تنامي الوعي الشعبي بماهية الاستبداد وقبضته المميتة وانزلاق النظام الحاكم بتبرير إخفاقاته بصورة مموجة بالمؤامرات الخارجية واضطراره تحت الضغوط الخارجية والداخلية للولوج في حملة علاقات عامة سياسية. ومع هذا وبرغم هذه المتغيرات الإيجابية المبشرة باقتراب مستقبل انعتاق شعبنا من العبودية، إلا أنه يجب التأكيد هنا على مفهوم غاية في الأهمية، ألا وهو إذا لم يتمكن الشعب الإريتري وقوى المقاومة من استثمار هذه المتغيرات الإيجابية في الوقت المناسب وبالصورة المثلى، ستدخل إريتريا في مفترق طرق حقيقي، وسينقلها الطاغية من ساحة سجن كبير إلى زنزانة ضيقة مفتاحها دستوره الذي يعد له. والتاريخ الإريتري علمنا بأن الثورة الإريترية وبعدم قدرتها على توحيد جهود فصيلاء الثورة في اللحظة التاريخية المناسبة أعاد ثورة شعبنا التي حررت حينها 96% من إريتريا أعادها من أبواب أسمرة. لهذا نقول أن المرحلة حساسة بما فيه الكفاية ولا تحتمل التراخي وتوفيت المعطيات الإيجابية. وعلى مثقفي إريتريا الإسهام بالتحليل العقلاني والعلمي الذي يسهم في تقصير عهد الاستبداد، فالمشهد لا يحتمل مثقف مترفع. المرحلة في حاجة إلى مثقف لا يحلق فوق المواقف، هي بحاجة إلى مثقف لا ينحاز لأولويات حزبه، هي بحاجة إلى مثقف ينحاز إلى المبادئ والقيم العامة للعدل والديمقراطية، لنتعهد بأن البديل هو دولة العدل والديمقراطية تحفظ فيها حقوق الجميع، شرط أن يكون الجميع حاضرا بالفعل حاليا ومستقبلا، ونعمل فيها بكل قوى التغيير الجذري لكل سياسات الدكتاتور وأثره. وعلى هذا الأساس تراعي قوى المقاومة الديمقراطية أولويات المرحلة، وتتبنى خطاب موحد وتنسق بشكل فعال الجهود فيما بينها لننتزع البلاد من مخالب مفترسها لصالح الشعب الإريتري بكل مكوناته. حقا نحن في نهاية مرحلة أفلست فيها تماما نظرية الاستبداد، وعلى أعتاب مرحلة مخاض ديمقراطي كبير ينبغي أن نفعل استحقاقاتها لنهزم الاستبداد مرة وإلى الأبد. بقلم محمد علي موسى. حول خاطر الرد الشكر حلقي زي موسى المسير عطيك بنتو عدي
تتالل بجنزبك فغري ناتري حوخانا يتبدل حوخانا يتبدل صوت المنتدى. من المنتدى الإريتري إلى شعبنا الأبي وإلى قوات الدفاع الإريترية الباسلة. على الرغم من أن إريتريا قد حققت استقلالها بفضل تضحيات شعبها العظيم ونالت اعتراف العالم بأسره كدولة ذات سيادة كاملة ضمن منظومة المجتمع الدولي، إلا أن ضمان الحفاظ على هذا المكتسب خلال العقدين الماضيين كان التحدي الأكبر الذي واجهه شعبنا الصبور المثابر وأبطال قوات دفاعنا، وفاء للشهداء الأبرار الذين مضوا في سبيل أن تكون إريتريا حرة مستقلة تصون كرامة شعبها
وتضمن له احترام حقوقه وحرياته الأساسية. وبعيدا عن وصايا الشهداء وأحلام الشعب الإريتري في العيش على أرضه حرا كريما، سادت في البلاد ديكتاتورية عمياء، وتفشى الفساد بكل أشكاله في جسم الدولة الوليدة، وتعطلت مسيرة إعادة بناء وتنمية الوطن، فضلا عن المخاطر والمهددات التي واجهت ولا تزال الوحدة الوطنية للشعب الإريتري جراء ممارسات الإقصاء والهيمنة والتمييز بين مكونات المجتمع الإريتري. كما شهدت علاقاتنا الدبلوماسية مع كثير من دول العالم وخاصة المجاورة لإريتريا تدهورا وانقطاعا بسبب النزاعات والحروب التي افتعلها وأشعلها النظام، وجعله من الأراضي الإريترية مأوى ومنطلقا لكل حركة أو فصيل مسلح مناوئ لحكومات دول الجوار، مما أوقع إريتريا تحت طائلة عقوبات دولية لا تمت لمعاناة الشعب الإريتري بصلة. كل ذلك حري بأن يجعلنا كشعب وجيش ننتمي لهذا الوطن أن نقلق على مستقبله، فإريتريا وشعبها اليوم يقفان أمام حقائق مأساوية ومؤلمة، نذكر فيما يلي بعضا منها. أولا، مع انعدام الأمن وممارسات النظام لكل أشكال القمع ضد شعبنا من اعتقالات واغتيالات، فإن الأوضاع المعيشية للمواطن الإريتري سيئة للغاية، ومعدلات الفقر تشهد ارتفاعا مذهلا بسبب تعطيل النظام لأيدي الشباب العاملة في معسكرات الجيش ضمن برنامج الخدمة العسكرية مفتوحة الأمد. وحتى أولئك الذين يتقاضون رواتب من الحكومة، فإن الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة وأفراد قوات الدفاع لا يلبي متطلباتهم الشخصية الأساسية، ناهيك عن إعالة أسرهم. عليه فقد أصبح الحل الأمثل في نظر الغالبية هو الهروب من هذا الواقع بمقادرة البلاد بأي ثمن، حتى ولو كان الموت في الصحاري أو الغرق في البحار أو الوقوع في أيدي تجار الأعضاء البشرية في سيناء وغيرها، وذلك بحثا عن سبيل العيش الكريم والآمن. ثانيا، إن الطريقة التي يدير بها الدكتاتور شؤون البلاد تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن مؤسسات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية معدومة، وأن الحزب السياسي الوحيد في البلاد مغيب عن المشهد السياسي، وبالنتيجة تركزت كل سلطات الدولة في يد فرد واحد يوزعها على من يشاء دون مراعاة معايير الكفاءة، وينزعها عمن يشاء دون إبداء الأسباب، وبذلك غابت العدالة في توزيع السلطة والثروة، وساد الظلم والاستبداد، وأصبحت إريتريا قاب قوسين أو أدنى من أن تصنف كدولة فاشلة من قبل المجتمع الدولي. ثالثا، بعد 30 عاما من الكفاح المسلح من أجل الانعتاق من ربقة الاحتلال، كان أملنا كإريتريين أن تضع الحرب في بلادنا أوزارها، ويعم السلام والرخاء ربوع إريتريا، وينعم شعبها باستقلاله في أرضه الحرة. إلا أن الأمور ذهبت عكس ذلك بعد نشوب نزاع حدودي واندلاع حرب دامية بيننا وبين الجارة إثيوبيا، تلاها استمرار حالة اللا سلم واللا حرب لأكثر من 15 عام. ورغم إيماننا أن الدفاع عن سيادة الوطن وأراضيه واجب وطني على الجميع، إلا أن رأس النظام يستغل هذه الحالة استغلالا سيئا لمآربه الشخصية، فحول إريتريا إلى سكنة عسكرية كبيرة بعسكرة المجتمع وتعطيل بقية مفاصل الدولة وتجاهل استحقاقاتها. وبسبب فشله في إدارة النزاع دبلوماسيا، فإن إريتريا لم تستثمر حكم المحكمة الدولية الصادر لصالحها في شأن القضية الحدودية، بل خسرت علاقاتها الإقليمية في إطار دول الإيجاد، وشهدت أزمات دبلوماسية مع القوى المؤثرة في الغرب، وأصبحت الحكومة الإريترية في نظر العالم حكومة مشاكسة ومنبوذة. أيها المواطنون الكرام، لقد حاول الغيرون من أبنائكم في قوات الدفاع الإريترية في شهر يناير من العام الماضي
إصلاح مسار البلاد باتجاه دولة القانون التي تتقيد بالدستور وتحترم الحريات الأساسية لمواطنيها. ورغم أن التوفيق لم يكن حليفهم، إلا أنهم وبتحركهم هذا قد بعثوا روحا جديدة في جسد كافة قوى المعارضة من أجل التغيير، وأحيوا آمال شعبنا في الداخل والخارج بقرب فجر الخلاص من النظام الاستبدادي الحاكم في إريتريا. لذلك فإن الدفع باتجاه إزالة هذا النظام الذي خان أمانة الشهداء وأذاق شعبنا الأمرين ينبغي أن يوضع في سلم أولويات كل فصائل وتنظيمات المعارضة الإريترية العاملة من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود. وإن الاختلافات في الرؤى ووجهات النظر السياسية لا تمنعنا كإريتريين أن نوحد الصفوف ونجمع الجهود نحو هدف واحد، ألا وهو إنقاذ وطننا وشعبنا. إذن فإن أهداف المنتدى الإريتري هي تقوية وتعزيز النضال السري داخل إريتريا، والتعجيل بإحداث التغيير وربطه بأمواج الحراك المقاوم للنظام من الخارج، وضمان امتلاك الإريتريين زمام المبادرة في معالجة قضاياهم واتخاذ قراراتهم السياسية فيما يخص شؤونهم الوطنية بمحض إرادتهم. كما يسعى المنتدى إلى إعادة علاقات إريتريا وشعبها بدول وشعوب المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وبناء علاقات دبلوماسية على أساس المصالح المشتركة بين شعوب ودول العالم. ويتعهد المنتدى على مواصلة النضال حتى إقامة نظام حكم دستوري يكفل لمواطنيه ممارسة حقوقهم الأساسية، ويرسي دعائم دولة يشارك في تسيير شؤونها ممثلي فئات الشعب الإريتري كافة دون تمييز. وإدراكا من المنتدى بأن هذه الأهداف تسعى قوى المعارضة في الداخل والخارج لتحقيقها، فإنه يضع نفسه والجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية للعمل معا من أجل التعجيل بإسقاط النظام وبناء إريتريا الغد التي تنعم بالسلام والازدهار. وسيعمل المنتدى على التواصل والتشاور مع جماهير شعبنا وكافة قواها الوطنية عبر إذاعة صوت المنتدى التي تعتبر لسان حاله، ومن خلال الوسائل الإعلامية الأخرى لتحقيق أهدافه وتعزيز نضالات شعبنا من أجل الخلاص من الأوضاع المأساوية التي يعيشها جراء سياسات النظام الديكتاتوري. كما يود المنتدى تأكيد وقوفه إلى جانب أبطال قوات دفاعنا الإريترية وشعبنا بالداخل، ويدعوهم إلى أن يكونوا في مقدمة صناع التغيير المنشود. المجد والخلود لشهدائنا. عاشت إريتريا سالمة ومزدهرة. المنتدى الإريتري للحوار. تسفالو كم برهان صاحي زخل جبر سماي عقل الله زمن بوضح قد مخسات نسو تسبحنه صدال أبريقو تلمنك حخاب ما أسدريقو عقل زرط خاب يقل ماميقو رأي صباح شو شاي ترنيقو العقس تطراح تعبي عقلي نبرهن طمت صرف الخالي نمري الصناع كم نايت مالي أبسعتي زصح
حولي تسفاي وكنسي رسو تغرب عجبتنا سمر امنت تسفى زنابر دليت بزحيو حبل جنفرو تمسكن مخال وانا نقرو مزرحي سعري كأن مستيرو تعمل له قروب عيتن صرارو بتسفى نبر صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: قلق أمني في أسمرة إثر هتافات ضد نجل الرئيس أبراهام أفورقي، ووزير الزراعة الرفيني برهي يمثل أمام محكمة الفساد. الأخبار بالتفصيل. اعتبرت السلطات الأمنية الإريترية حادثة الهتافات المناوئة والتي استهدفت نجل الرئيس أبراهام أفورقي في مساء الأربعاء 9 يوليو الجاري ظاهرة خطيرة تستوجب الوقوف عندها ومراجعة الترتيبات التأمينية للشخصيات الهامة وأسر المسؤولين، وكذلك وضع الاحتياطات اللازمة للهبات العفوية التي أخذت في التنامي والتكرار. جاء ذلك في الاجتماع التقييمي النصف الشهري الذي عقد برئاسة وكالة الأمن والاستخبارات بأسمرة يوم الخميس 17 يوليو الجاري. يذكر أن أعدادا كبيرة من الشباب كانوا قد هتفوا ضد نجل الرئيس هتافات تشير إلى أنه غير إريتري، وحصروه مع حراسه الذين عجزوا عن صد المتظاهرين، ذلك أثناء خروجهم من استاد أسمرة، مما اضطر بأبراهام أفورقي إلى استخدام مسدسه الشخصي وإطلاق عدة طلقات في الهواء. هرأت على إثرها القوات المتواجدة في معسكر فورتو القريب، وتمكنت من تفريق الشباب واحتواء الموقف بشكل سلمي. ويذكر أن سبب التجمع كان عرض لمباريات كأس العالم في شاشة استاد أسمرة المكبرة. مثل وزير الزراعة الرفيني برهي يوم 17 و18 يوليو الجاري أمام لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها الفريق فيليبوس ولد يوهنس للتحقيق والرد على اتهامات بعمليات فساد تمت في وزارته متعلقة باستلام رشاوى نظير استصدار تراخيص لأراضٍ زراعية، وكذلك تحويل أراضٍ زراعية أخرى لأغراض سكنية بحجة أنها لم تعد صالحة للزراعة. يأتي هذا في إطار محاولات النظام لفت أنظار المواطنين والإيحاء لهم بأنه قد شرع في الإصلاحات بمحاربة الفساد، غير أن المواطنين في الداخل قد تلقوا هذا النبأ ببرود سلبي، ووصفوا البعض بأنه طعن في ظل الفيل ومحاولة لذر المزيد من الرماد في العيون. الجدير بالذكر أن الفريق فيليبوس قد منح صلاحيات بعد تعيينه قائدا لهيئة الأركان خلفا لوتشو، ومنذ توليه المنصب شرع في تصفية حساباته مع مراكز القوى المنافسة له في الجيش والوزارات. صوت المنتدى. هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة هذا المساء. حتى جديد اللقاء بكم نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.